خليط نيفار رئيس جمعية تمودة. اليوم قمنا بواحد الزيارة عند رئيس جمعية الأندلس الحمام الزاجل تطوان. الأخ مقران شارك في السباق ديال مدينة طنطان اللي نظمته الفيدرالية الوطنية مشاركة مجموعة ديال الجمعيات. الإخوان نخليو الأخ محمد أنه يحكي لنا على الحمامة اللي ديكلارات اليوم في التوقيت المناسب، وأول ديكلاراسيون يعني في تطوان. كما قلنا الإخوان بأن الأخ محمد مقران مشارك في السباق ديال مدينة طنطان اللي كيعطي واحد المسافة يعني ديال 970 كيلومتر تقريبا. هذا الرقم ديال مدينة طنطان صراحة الأخ محمد مقران حطم واحد الرقم قياسي ديال الأخ زكريا الفرجاني اللي محافظ على هذا الرقم هذا من سنة 2017. كانت أول حمامة يعني اللي محتلة الرتبة الأولى على الصعيد ديال تطوان والمضيق والفنيدة على مستوى ديال مدينة تطوان. كان محافظ على هذا الرقم القياسي اللي مسجل بالاسم ديال الأخ زكريا الفرجاني اللي حاليا كيتواجد بالديار الهولندية. اليوم تحطم هذا الرقم القياسي اللي مسجله الأخ زكريا، حطمه الأخ محمد مقران يعني باحتلال الرتبة الأولى يعني في هذا السباق هذا ديال الفيدرالية الوطنية على مستوى ديال مدينة تطوان والفنيدة اللي مشاركين في هذا السباق هذا. الأخ زكريا الفرجاني يعني محتل هذا الرتبة هذه من سنة 2017. كان عنده إنجاز تاريخي على مستوى مدينة تطوان، يعني أول حمامة اللي كانت مسجلة باسمه، يعني ضربت المسافة ديال 790 كيلومتر تقريبا اللي كتعطي المدينة ديال تطوان. الإخوان دابا غادي نفتحوا النقاش مع الأخ محمد مقران على هذه الحمامة هذه وعلى هذا الإنجاز التاريخي ديالو. أخ محمد مقران، ممكن توضح لنا داك السلالة ديال هذه الحمامة اللي حققت الإنجاز التاريخي ديال السباق ديال طنطان بالنسبة لمدينة تطوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الإخوان رئيس جمعية تمودة الأخ خالد نيبار والأخ بسلام والأخ فكري تنظيم ديال مقران، والأخ كذلك الأخ رضا حصادي أحد أبطال جمعية الأندلس على هذه الزيارة ديالهم. وصراحة بالنسبة لهذا الإنجاز هذا في السباق ديال طنطان وحنا فرحانين بهذا الإنجاز هذا. وكذلك يعني بالمناسبة كنشكروا الإخوان اللي سهروا على السباق هذا، الجمعية الطنجاوية وكذلك الفيدرالية الوطنية. السباق صراحة كان سباق شيق وممتع. بالنسبة للسباق يعني السباق عنده واحد النكهة خاصة بالنسبة لمدينة تطوان، يعني كيعطي أبعد مسافة ديال 970 كيلومتر. هذا السباق هذا كان كيحتكر يعني الإنجاز ديالو الأخ زكريا فرجاني منذ 2017. الحمد لله الحمامة أنها استطاعت أنها تقطع هذه المسافة هذه يعني في ظرف وجيز يعني مع 11 و40 دقيقة. وبالنسبة للحمامة يعني تعود السلالة ديال الأخ العناية محمد من جمعية أجيال الفنيدق، والذكر يعود الأخ البطل منير الدكاري عن جمعية الأندلس. ونتمنى إن شاء الله التوفيق وهنيئا كذلك لجمعية الأندلس بهذا الإنجاز هذا. وكنشكروا كذلك الإخوان المسيرين ديال الجمعية الحمد لله هذه السنة هذه جميع السباقات يعني من البداية سباقات السرعة ولا النص الطويل ولا الطويل الممتاز كانوا يعني سباقات ممتعة وإنجازات في المستوى. والحمد لله يعني استطعنا بهذا الإنجاز هذا يعني نحطوا يعني الولاعة في الصورة مدينة تطوان. ونتمنى ان شاء الله الاخوان كانوا مشاركين في هذا السباق هذا ان شاء الله يلتحقون الحمات. وكما كيعرف الكل يعني التضاريس والوضعيه ديال المدينه يعني الصعوبه يعني الاخوان كيلقاو صعوبه كبيره باش يعني يجتاز الحمام يعني هذا المسار هذا. والحمد لله يعني الحمد لله جاب الله سبحانه وتعالى التوفيق. ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الاخوان ان شاء الله مستقبلا. ونتمنى ان شاء الله كذلك الاخوان اللي كيشاركوا في هذه السباقات ديال الشمال يتوفقوا ان شاء الله في السنه المقبله ان شاء الله بمثل السباقات ديال المسافه. مزيان. اخ محمد، بالنسبه يعني جمعيه الاندلس واش ممكن تقول لنا بشحال العدد اللي شاركت به في هذا السباق هذا، ويعني شحال العدد ديال الحمام اللي شاركت به وشحال من حمامه يعني لحد الساعه اللي كاينه في مدينه تطوان؟
بالنسبه للحمام المشارك، عدد الحمام المشارك للجمعيه هو 23 حمامه، لحد الساعه حمامه وحده اللي دخلت هي التنظيم الاخ مقران فكري. والمشاركه يعني كانت ضمن المشاركه ديال الجمعيه الطنجاويه وفي داريا الوطنيه. سؤال اخر الاخ محمد، بالنسبه للحمامه هذه واش عندها شي انجازات اخرى ولا هذا الانجاز الاولاني اللي حققته في هذه السباقات اللي شاركت فيها في هذا العام هذا ان شاء الله؟ بالنسبه للانجازات ديال هذه الحمامه هذه، اولا الحمامه يعني حمامه باقاز، يعني العام الاول ديالها الحمامه ديال 2022. الحمامه يعني بالنسبه للسباق دبل الفع كتحتل الرتبه الاولى، ولا ما اظن الرتبه الرابعه في السباق ديال الصويره، وعندها جوائز بالنسبه للسباق ديال السباق الاول ديال الدوميفو، والسباق على ما اظن السباق ديال الجديده عندها الرتبه الثانيه، يعني عندها تقريبا شي 5 شواهد في هذه السنه هذه. حمامه يعني بينات على المستوى ديالها، ونتمنى ان شاء الله السنه المقبله كذلك تاكد الحضور ديالها. شكرا اخ محمد، كنشكروا الاخوان اللي حضروا معنا في هذا التسجيل ديال اللقاء اللي مع الاخ محمد مقران. اليوم جينا نزوروه كما قلنا الاخوان في المشاركه ديالو اللي حقق فيها انجاز يعني تاريخي بالنسبه للمدينه ديال تطوان. نتمنوا التوفيق لجميع الاخوان اللي شاركوا انهم تاهم يتوصلوا بالحميمات ديالهم، وكنشكروا الاخوان. الاخ فكري التنظيم ديال محمد مقران، بغينا نسولوك حتى انت بدورك، يعني واش كنتي كتوقع بان هذا السباق هذا يعني تحتلوا هذه الرتبه هذه؟ كان عندكم شي تصور على هذه السباقات هذا؟ يعني شنو كنت كتنتظر من هذه المشاركه ديالكم في هذا السباق ديال الفيدراليه؟ بسم الله، اولا كنهنئ الاخ محمد على الانجاز الكبير اللي حقق، وكنتمناو انجازات اخرى تكون مستقبلا ان شاء الله، نديروا الاخوان كاملين ان شاء الله. بالنسبه للتوقع يعني حتى واحد ما كيتوقع، يعني المفاجات هذا كيتسمى اصلا كتسمى مفاجاه، والنادم اللي كيقابل الحمام ديالو يعني كيختار السلاله وكذا طبعا غيتوقع نتائج في المستوى، وربما كيخيب شي انسان اللي كيعمل بجد وبنيه وتبارك الله عليه. اخي محمد معروف بالعمل ديالو مع الحمام، ويعني والولاعه قديم تبارك الله، وصحته يستاهل كل خير. شكرا الاخ فكري. ندوزو للاخ رضا، تا هو مشارك معنا هنايا في هذا اللقاء هذايا، تعطينا الكلمه ديالو. اخ رضا، يمكن تانتينا مشارك في هذا السباق هذا ديال مدينه طنطان، كيفاش تلقيتي الخبر ديال ان الديكلاراسيون ديال اول حمامه في مدينه تطوان؟ السلام عليكم جميعا، شكرا لك خالد. واش نقول لك اخي خالد، حنا سمعنا الديكلاراسيون في الاخ محمد البطل ديال مدينه تطوان جمعيه الاندلس، زعما تنقول فرحنا بزاف. اول حاجه طلعنا نصطحنا عليك نشوفوا باش دخلنا شي حمامه، ما تمناش شي، جينا عند اخ محمد نتسولوا بالحليمه، اللهم بارك، فرحنا له مزيان مزيان. ايوا هادشي ما كان اخا، ما كتستاهل تبارك الله. راه عندها المطلق اللي قلنا هذا شحال 720 كيلومتر، دخلت بريمير ليغا، والمطلق ديال طنطان تبارك الله، اللهم بارك، كتستحق هاد الحمامه هاديه، اللهم بارك، وشكرا للبطل ديالنا تبارك الله عليه. شكرا الاخ رضا الحصادي، بطل سباق اكادير. معنا كذلك الاخ عبد السلام طبشيش، حتى هو بطل كبير في مدينه المضياق ومعروف على المستوى الاقليمي ديال مدينه تطوان مضياق الفنيدق. الاخ عبد السلام كيتواجد معنا اليوم في الزياره ديالنا ديال الاخ محمد مقران. الاخ عبد السلام، ممكن انك تقدم لنا شي كلمه على الاخ محمد مقران؟ كنشكر الاخوان بعدا اللي معنا، وكنشكر السي محمد على الاستضافه ديالو. السي محمد ماشي غريب عليه هذا الشيء هذا، الحمد لله في كل عام كيبصم البصمه ديالو. هذا العام نتمنى نعاود نشوفوا الاخوان كاملين شافوا عاود العام دازلو مزيان الحمد لله، وكنتمناو له التوفيق، وكنتمناو كلمه الاخوان اللي دخلوا كاملين، الله يسخر الجميع. شنو الراي ديالك الاخ عبد السلام بان الاخ محمد مقران حطم واحد الرقم قياسي كان مسجل هذه على مده سنين طويله بالاخ، يعني كان مسجل بالسميه ديال الاخ زكريا؟ راه عاود ما ننساوش الاخ زكريا الفرجاني، راه تبارك الله دابا راه 7 سنين باش
7 سنين ولا 6 سنين السي محمد؟ 7 سنين. 7 سنين والله هو قال لي صعب ولا عرفش طنطان. عاود جا السي محمد ان شاء الله، عاود نشوفوا عاود من وراه عاود شكون اللي غادي يكون. منافس دائما. وفرحنا له ان شاء الله بهذا الانجاز هذا اللي حقق، وتبارك الله عليه. وهذا الشيء راه ما خافيش على السي محمد، راه الحمد لله راه كل عام تبارك الله كيكون من الاوائل. وكنتمناو للاخوان اللي ما دخلوش الحمام ديالهم يدخلوا الحمام ديالهم ان شاء الله في هذا النهار. طول من الله السهله والتيسير لكل واحد. كنشكروك الاخ عبد السلام على المداخله ديالك بحق الاخ امقران والجمعيه ديال الاندلس. الاخوان يعني غادي نشوفوا كلمه ختاميه من عند الاخ محمد امقران اللي غنختموا بها هذا اللقاء ديالنا ان شاء الله. الاخ امقران رجعنا لك مره ثانيه باش نختموا معك اللقاء اللي يعني غادي تنشر يمكن اليوم او الغد. الاخ امقران يعني دابا انت يعني كتحتل وكما قال لك الاخ عبد السلام يعني جالس على الكرسي ديال العرش في مدينه تطوان مضياق الفنيدق، يعني المنطقه ديال اقليم مضياق الفنيدق تطوان. يعني انت يعني دابا حاليا يعني احتليتي الرتبه الاولى وحطمتي واحد الانجاز تاريخي كان مسجل بالاسم ديال الاخ زكريا الفرجاني. هذه مده ديال تقريبا 6 سنوات او اكثر. شنو الراي ديالك يعني في واش ان مثلا من خلال يعني التضاريس يعني اللي كنتوفروا عليها في المناطق ديالنا رغم ان الصعوبه ديالها يعني والصراحه يعني حققت انجاز كبير، يعني غيبقى مسجل يعني غيبقى مسجل على المدى البعيد، او ان ممكن يعني يجي واحد النهار يعني يعني كما كنعرفوا حنا الولاعه يعني تطورت وخصوصا يعني على المستوى ديال الوطني، لان الولاعه تقدمت والحمد لله يعني كاينه نتائج على المستوى الوطني. شنو النظريه ديالك انت في هذا الرقم يعني اللي سجلتيه دابا حاليا؟ واش ممكن انه يتحطم على المدى القريب ولا المدى البعيد؟ يعني شنو التصور ديالك؟ السلام عليكم اخ خالد، شكرا على هذا السؤال هذا. طبعا اخي خالد بالنسبه للولاعه كما كنعرفوا جميعا يعني كل سنه كيظهر بطل وكيظهر يعني على حساب اجتهاد المولوع، ويعني هذا الشيء يعني عادي بالنسبه لي. يعني بالنسبه لهذا الانجاز هذا يعني خدمنا الحمد لله، ويعني هذا الشيء ما جاش هينا بالصدفه. ويعني بالنسبه لهذه السنه هذه يعني تبارك الله السباق الدوزيام سباق التصويره، بريمير بالفاع، بريمير طنطان، تبارك الله. يعني هذا العمل دؤوب انا والاخ فكري، يعني مجهودات قيمه والحمد لله جا الله بفضل الله سبحانه وتعالى توفقنا. بالنسبه للرقم اللي تكلمت عليه يعني السنه المقبله ان شاء الله مدينه تطوان ولا المضياق ولا الاخوان في الفنيدق تبارك الله كاين ابطال كبار. يعني على مدى السنين كل عام ان شاء الله كتفرز لنا واحد البطل، وان شاء الله يعني المهم في هذه الولاعه ديال المنافسه ويعني نتولوا مجموعين. واللي كنتمناو ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله يكون واحد التكتل في المنطقه ديال الشمال. يعني بالنسبه للسباقات ديال المسافه بالدرجه الاولى ما نبقاوش يعني كنتبعوا هذه العشوائيه هذه. يعني تنتمنى ان من مدينه وزان حتى مدينه الفنيدق يكون واحد التكتل ونلعبوا يعني بالخصوص في السباقات المسافه نلعبوا كتكتل وتعطينا واحد نقلبوا على البطل الواحد في هذه السباقات هذه. هادشي اللي كنطمحوا له ان شاء الله. وحنا الحمد لله كمسيرين في الجهه طبعا نعملوا على يعني على اخراج واحد المنظومه اللي نشتغلوا عليها ان شاء الله مستقبلا، نكون واحد التكتل ديال الجهه، يعني نخدموا الولاعه بالدرجه الاولى. هادشي اللي كنتمنى. التوفيق للجميع ان شاء الله. سي محمد كسؤال اخير، شنو هو الكلمه اللي ممكن توجهها يعني المتسابقين يعني اللي كيشاركوا في هذه السباقات ديال المسافه، خصوصا يعني كنعرفوا حنا مدينه تطوان والمضياق والفنيدق يعني كيلقاو واحد الصعوبه ديال التضاريس. شنو هو يعني الكلمه اللي كتوجهها يعني لهاد الموالاه ديال هاد المناطق هذه؟ بالنسبه للسؤال يعني كنصيحه للملاعب كما سمعنا من ابطال كبار، هو اول حاجه الانسان يقلب على السلاله، يقلب على السلاله ويقلب على يعني البطل. الحمد لله جهه الشمال ما كيخفى على كل. انا بالخصوص مدينه طنجه تبارك الله كاين حمام في المستوى، كذلك مدينه تطوان والمضياق والفنادق. يعني كان حمام على المستوى المولوع خصو يقلب على راسه ويهتم بالحمام ديالو ويعطيه قيمه. ويعني بالنسبه يعني النتيجه لكل مشاهد نصيب. الانسان اللي كيشتغل
ضروري ما فهمتي ما غيجي واحد النهار وغيلقى راسو ضمن ابطال ديال الجهه ولا ديال المدينه ديالو. اللي مطلوب ان الانسان يقلب على السلاله ويقلب على الابطال، ويعني كنصح الاخوان يعني في الجهه ديالو يقلب على البطل في الجهه ديالو، يعني الناس اللي كيلعبوا في المدينه ديالو ومحصلين على نتائج في المستوى يتحتك معهم، ويعني ويكون واحد التواصل معهم ويقتني منهم السلالات، والله سبحانه وتعالى يوفقه. هادشي ما كاين، والولا عاده وحالها، يعني كل عام كتفرزنا واحد البطل. إذن إخوان، كتنتهي اللقاء ديالنا هنا مع الأخ محمد. كنشكروه وكنشكروا الإخوان اللي تدخلوا كذلك هم معنا في هذا اللقاء. شكرا للجميع وكنشكركم حتى على المتابعة ديالكم. تحية للجميع.